انك كمان عملتي ليزر لجسمك، لان انا كمان هعمل معاكي باذن الله وصفه هتعجز لك نمو الشعر وتمنع انه يظهر تاني عندك، هتموت لك البصيله نفسها وتمنع ظهور الشعر نهائي. اوعدك الوصفه دي جباره وهترجعي تشكريني من قلبك عليها. بتفتح، بتشيل كمان اي ترهلات عندك في الجسم، كمان هتعجز لك نمو الشعر. وصفه خطيره جدا، لازم تجربوها. قبل ما ابدا الوصفه بتاعتي حبايب قلبي النهارده، اتمنى من كل حد معايا في الفيديو يحط لي لايك كبير جدا للفيديو ده بالله عليكم، عشان يترفع واكتر عدد يشوفه ويستفيد منه. كمان اشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، فعلى علامه الجرس واعملوها مخصصه للكل عشان دايما يوصلكم اشعار مني بكل فيديو انزله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب كده بوله. واول مكون عندنا في الوصفه بتاعتنا اللي هيزيل الشعر وكمان هيقضي على البصيله ومش هيخلي بامر الله الشعر يطلع تاني، زائد ان هو بيفتح جدا المكان اللي هتعمليه، وهو خميره الحلويات او البيكنج باودر. خلاص، خميره الحلويات او البيكنج باودر هنحط كده منه معلقتين كده مثلا كبار. هتعملي بقى ايه الجسم كله، يبقى ايه نحط كيس او حتى كيس ونص على حسب. خلاص كده. طب المكون التاني اللي هحطه هو الليمون. هنحط كده ايه نص ليمونه. خلاص، الليمون طبعا معروف انه بيفتح جدا اي منطقه انت عايزه تفتحيها تعمليها بالليمون على طول بتفتح. فاحنا عاملين كذا حاجه مع بعض طبعا عشان تزلي الشعر وفي نفس الوقت تديني التفتيح اللي انا عايزاه. خلاص، هنحط كده هي نص ليمونه باذن الله كفايه قوي اهو. هنبتدي ان احنا بقى ايه نقلب المكونات. طبعا هيتفاعل اهو، لو ما تفاعلش معاكي يبقى كده البيكنج باودر هيكون مش تمام، مش حلو يعني. نقلب بقى ايه كويس. هو بيبتدي طبعا يتفاعل زي ما انتم شايفين. عايزه تحطي ليمونه مفيش مشكله، بس طبعا للناس اللي ايه عندهم حساسيه ما نكترش. بس طبعا الليمون حلو جدا في التفتيح. بصوا بقى عامل ازاي اهو، هايل جدا. طيب ايه المكون اللي هحطه تاني اللي هيعجز لي نمو الشعر طبعا مع الوصفه اللي انا هعملها لكم بامر الله بعد دي؟ هايل جدا بيقضي بجد على البصيله نفسها اللي بتطلع لي الشعر. بس اهم حاجه نتاكد ان هو اندمج كويس جدا او تجانس كويس جدا. هنجيب المكون اللي بعد كده، معجون الاسنان اي نوع عندك هيفي بالغرض، يعني مفيش نوع معين ولا اي حاجه، بس انا عشان بستعمل ده فايه هو اللي بحطه على الخلطه. لما انت تقدري اي نوع عندك. هنحط كده ايه معلقه اهي، شايفين؟ هنحط كده معلقه كده حلوه، وهنبتدي ان احنا برضو نقلبها على الوصفه كويس. طبعا هنلاحظ ان هي ابتدت ايه، بصوا شكلها تبقى شبه الكريم اللي هو بيترش بالبخاخه ده. خلاص كده. خلاص، هعمل بقى معاكم الاول قبل ما نستعملها، عشان طبعا الوصفه دي لازم تكون ورا دي على طول. فانا هعمل معاكم الوصفه اللي هي بتعجز نمو الشعر الاول، وبعد كده نشوف هنستعمل الوصفه دي. هجيب كده عندي هنا بوله. طبعا احنا سيبنا الوصفه بتاعتنا تتفاعل كمان شويه عشان تديني نتيجه باذن الله اكتر. فانا اول حاجه هجيب عندي بوله وهبتدي ان انا احط فيها الخل. طبعا الخل الكل اللي مش عارفه ان هو بيفتح جدا البشره، زائد ان هو بيعجز نمو الشعرايه، بيخليها صعب جدا تطلع. تبتدي تطلع لك خفيف وبعد كده ما تشوفيهاش باذن الله خالص مهما كان شعر جسمك ده غزير. هنعمل الوصفه دي بجد مفيده وجميله جدا. هنحط منه قد ايه؟ هحط منه بالتقريب كده حوالي معلقتين كبار. بسم الله، مش هنكتر من الخل، هنحط بس ايه معلقتين كده اهو زي ما انتم شايفين، معلقتين كبار. طيب هنحط عليهم ايه قصادهم على طول 4 معالق من الميه العاديه. لازم نعاير بالظبط يا جماعه زي ما انا بعمل كده، امشوا بالتفصيل. 3 4 يبقى انا حطيت معلقتين من الخل قصادهم 4 معالق من الميه العاديه خالص من الحنفيه. طب هنحط بعد كده المكون ايه؟ هحط عندي الملح.
ما تقلقوش من الملح. الملح بيساعد في ان هو بيموت لي البصيله بتاعه الشعر، بيخليها تبقى ضعيفه جدا وما تطلعش خالص. هنحط كده ايه، بصوا حاجه بسيطه جدا، قد ايه، ربع معلقه. تمام، ربع معلقه صغيره خالص. وهنبتدي ايه، نقلب الملح كويس جدا كده. اهم حاجه الملح ايه، يدوب على قد ما تقدري. قلبي فيه، هما شويه صغيرين فهيدوبوا على طول اهو. بصي مفيش ليه تقريبا اثر اهو. عايزه اقولك الوصفه دي بجد خياليه. طب ايه المكون اللي هحطه بعد كده؟ اخر مكون عندي على الوصفه دي هو القهوه او البن. هحط كده ربع معلقه، دي معلقه صغيره قوي، انا هحط ربع معلقه صغيره. تمام، وبرده هنقلب بسرعه كده اهو. بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي. القهوة طبعا بتشد الترهلات اللي موجودة عندنا في المنطقة اللي احنا هنعمل فيها، زائد ان هي كمان بتساعد جدا جدا في تفتيح الاماكن الغامقة. عايزة اقولك بقى ايه، لو انت عروسة الحقي اعملي الوصفة دي بجد اكنك عملتي ليزر للجسم كله. خلاص، طيب هنسيبها بقى ايه ونرجع تاني للوصفة بتاعتنا ونشوف هنستعملها ازاي. وتعالوا بقى ايه كده ناخد جزء من الخلطة اللي احنا عاملينها دي. هتبتدي ان انت تحطيها بالشكل ده على المكان اللي انت عايزة تزيلي منه الشعر. خلاص، طبعا هنعملها على اي مكان في الجسم ما عدا الوش. تمام، هنعملها في اي مكان في الجسم ما عدا الوش، انا باكد اهو. هنحطها كده في المكان اللي احنا عايزين نزيل منه الشعر. وهنسيبها مثلا حوالي 5 دقايق بالظبط. هنسيبها 5 دقايق على الشكل ده. بعد ال5 دقايق هتكون خلاص الشعرايه لوحدها وقعت، او خلاص يعتبر زي ما بنقول كده ما بقاش فيه اصلا شعر، او ماتت بمعنى اصح. بص تلاقيه واقع كده. طبعا انا عامله من فتره فايه مش هيبلك بالظبط. فانت هتعملي بامر الله وهترجعي تكتبي لي في الكومنتات عملت معاكي ايه. هتيجي بقى ايه بقطنه زي كده او منديل اي حاجه عندك، وتبتدي ان انت تزيلي كده. هتبصي تلاقي على طول الشعر طلع معاكي بكل سهوله اهو. هنزلها بقى ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنمسح كده كويس، وبعد كده بقى ايه هتبصي تلاقي الشعر طلع عندك كده في القطنه. هتغسلي بقى ايدك كويس، وبعد كده نستعمل الوصفه التانية. هقولك ازاي، بس ايه نغسل ايدينا الاول. بصوا بتدي ما شاء الله لمعان كده وتفتيح في نفس الوقت، رهيبه جدا. طيب هنستعمل بقى ايه الوصفه التانية ازاي. بصوا بقى هنجيب كده بخاخه ونبتدي ان احنا ايه طبعا نقلب كده الوصفه بتاعتنا الاول عشان القهوه بتكون نزلت لتحت. فاحنا ايه نقلبها، وبعد كده هنصفيها ونحطها في اي بخاخه عندنا او اي حاجه، عشان خاطر ايه القهوه ما تسدش الازازه نفسها او البخاخه بتاعه الازازه. فاهمين قصدي؟ احنا هنصفيها عشان خاطر القهوه دي هتسدلك البخاخه ومش هتعرفي تطلعيها. ونبتدي كده بقى ايه بعد الوصفه دي بنزيل بيها الشعر. هنبتدي ان احنا بالبخاخه هنحط كده على المكان وهنسيبها نص ساعه. عايزه اقولك ان هي بجد بتموت بصيلات الشعر اللي بتطلع جديده. مره على مره هتبصي تلاقي الشعر ابتدى يطلع خفيف، وبعد كده مش هتلاقي اصلا اثار للشعر ده خالص خالص خالص. بصوا كمان هتشدلك اي ترهلات موجوده عندك، كمان بتفتح البشره، بتعجز جدا جدا في نمو الشعريه، مش بتطلع تاني بسهوله. خلاص، اتمنى تكون الوصفه بتاع النهارده حبايب قلبي عجبتكم، وتجربوها وترجعوا تكتبوا لي رايكم في الكومنتات عملت معاكم ايه. وصفه بجد رهيبه، انصحكم تجربوها. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لايك كبير جدا جدا بالله عليكم للفيديو ده عشان تشجعوني انزل فيديوهات اكتر بوصفات طبيعيه اكتر. مش هنحتاج نخليكم تشتروا حاجه من بره باذن الله. فلايك كبير جدا للفيديو ده، واشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين. اشتراككم طبعا يشرفني معايا في قناتي. فعلوا علامه الجرس واعملوها مخصصه للكل عشان دايما يوصلكم اشعار مني بكل فيديو انزله. تحت امرك في استفسار يخص الوصفه دي، ولو عايزه اي وصفه تاني اكتبي لي في كومنت وانا عينيا ليكي. اشوفكم على خير.